كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم والله أكرم، ويا رب دايما مصر تبقى بخير وأمان وسلام. البرنامج ده عبارة عن دفتر أحوال الشارع المصري في الشهور الأخيرة. عديت على المصريين في كل مكان واتكلمنا عن أحوال بلدنا، عن مصر اللي كانوا عايزينها محبوسة، بس بفضل الله هتفضل محروسة. تعالوا معايا نشوف المصريين قالوا ايه ونشوف خفة دمهم، ولا اقول لكم والله ما حد قايم من مطرحه، انا اجي لكم لغايه عندكم، انا جاي. حضرتك نزلت الاستفتاء يا حاج؟ ما انتخبتش حد. ليه؟ ما فيش حد ينافق بيه، البلد تعبانه والناس عيانه. من ساعه الراجل ده يمسك والناس مش عارف ولا تروح ولا تيجي، حتى العيش الناس بتاكل 3 رغيفه، عاوزين يخلوه بالطاقه 3 رغيفه، يخلوهم رغيفين. طيب دلوقتي مش كان لازم تنزل تقول رايك؟ انا مش عاوز اقول رايي لحد. طب ليه، ايه السبب؟ مش عاوز يا بيه، احنا شايفين البلد تعبانه. انا بقالي سنتين ما بشتغلش، سنتين ما بشتغلش. اليوم عندنا حسنه بتجيلنا كده نضيع منها، ما كناش لاقيين ناكل، بناكل منها 40 نفر. طيب يا حاج مش بالاحرى ان حضرتك تنزل تقول رايك؟ لا ما فيش حد ينبع تقول رايك. ليه؟ ما احنا طول ما دام ما قلناش راي ما يبقى كل حاجه هتمشي. ما فيش بعد في قصر الدين والنحاس باشا، ما فيش ناس. طب انت دلوقتي مش صوتك ده مهم؟ صوتك مهم ولا لا؟ طبعا مهم. طب ما تنزل تقول يا كلمتك. بيه لما يبقى يجي واحد معدول نتعدل، يجي واحد معدول نتعدل معدول نتعدل. طب مش تنزل تقول كلمتك يا حاج؟ مش انت كلمتك مهمه يا سعاده البيه؟ يعني انت نزلت بالاستفتاء وقلت ايه؟ ما نزلتش. مش هنزل، لكن لو نزلت وقلت كلمتك لما يطلع واحد، هتغير. لما يجي واحد كويس نروح نتكلم. الله. من ساعه مرسي ده ما مسك البلد خربانه، الاكل غالي والعلف غالي والعيش غالي والمشي غالي والانابيب والجاز. طب ليه الراجل بيعمل اللي عليه؟ الراجل ساكت وما بيتكلمش. حشاكيله هو لوحده ينفع. حشاكيله مبوظاه. حشاكيله مبوظاه. حشاكيله مبوظاه. يعني الحراك الوطني انت مش عاجبك؟ لا مش عاجبك الراجل ده ينفع لو لوحده. ما بياخدش، هو بياخد راي اللي حواليه، واللي حواليه ما يعرفوش حاجه. رئيس الوزراء ده شغال ايه؟ رئيس الوزراء شغال ايه؟ حشاكيله مبوظاه. حشاكيله مبوظاه. لا ما ينفعش. لا ما ينفعش طبعا. طب يبقى اذا انت مع تغيير الوزاره الى وزاره اختلافيه؟ هنروح ننتخب وزاره اختلافيه تمشي؟ ما انا ما اعرفش في الاختلاف ولا بتاع، انا اعرف ان انا عاوز اكل اختلافيه. عاوز اكل. يعني كان ده كان بيسرقوا وكانت البلد ماشيه. الوقت بيسرق والبلد مش ماشيه. الناس تيجي تكلمها في السياسه تكلمك في لقمه العيش. يا باشا امال ايه يا بيه؟ امال ايه؟ احنا عاوزين ناكل. يعني جايب لي 7000 جنيه تامينات و26000 جنيه ضرايب، اجيبهم منين انا؟ ولا بنبيع ولا بنشتري. الانابيب والغاز والبتاع وما فيش حد هنا. كل جاردن سيتي اللي الناس اللي ساكنه فيها فوق الاسطح. الناس اللي كانت فيها عزلت، دلوقتي ساكنه جاردن سيتي فوق الاسطح. اقل سطح هنا تلاقي فيه 200 300 نفر. يعني انت مش عاجبك اللحمه الوطنيه؟ لا ما فيش حكم وطنيه والله. ما عاوزين يجي مرسي، يجي سعيد، يجي خليل، يجي ابراهيم، يجي محمد بلحه، يجي محمد غنيم، يجي احمد ابو جوشه. احنا عاوزين ناكل. بقول لك ميت راح تدفله بتديله 500 يقول لك مش قيمتك. مفيش قانون. مفيش قانون. وبيوقعوا التربه يرموا عليها مجدال يوقعوها. انت تقول للرئيس ايه؟ انا اقول له اعمل معروف يا ريس، ابعد عن حشاكيلك. قول له تاني. والنبي يا ريس ابعد عن حشاكيلك، خلي الناس الغلابه تاكل. الحشاكيل هنا حشاكيلك وسيبك من الفلل والاسرات. خليك الفلوس اللي بره ونمشي البلد والغاز والبنزين. قول له حشاكيلك هي اللي مبوظه كل حاجه. الحشاكيل يا ريس. حشاكيلك يا سعاده الريس. الناس الطيبه واعمل معروف، خلي الناس الغلابه تدعي لك. الناس البسيطه الغلابه يا ريس. في ناس بتيجي توديك 2 جنيه عاوزه حب الشغل تطبخ عليهم. فين الريس بقى؟ سمعت يا ريس؟ الريس بياكل شغل. سمعت يا ريس؟ من النوم حمام وجمبري واستاكوزا وملاكوزا. الناس واستاكوزا وملاكوزا. الناس من بره وجايه من جوه، 50 بدله من بره و50 بدله من جوه، وعايزين تجيب جلابيه. الريس بياكل شغل حمام وجمبري وعايزين تجيب جلابيه. احنا كنا توقعنا ان مرسي ده وما يمسك البلد هتتظبط. لقيت الحاله اتسوت عن الاول. انت انتخبت رئيس مرسي؟ انا بصراحه لا.
ما انتخبت مين؟ ما انتخبتش انا اول مره كان حمدين صباحي. في الاعاده ما انتخبتش حد. يعني مش عارفه ليه القوات المسلحه ساكتين، الشرطه ساكتين. انت مستعده تعملي توكيلات للقوات المسلحه؟ طبعا، ده هم اللي يمسكوا البلد، هي اللي هتتظبط. يعني في ناس تقول لك المؤسسه العسكريه لازم تنقى عن الاحداث، في ناس تقول ما تنقاش. هي تنقى ولا ما تنقاش؟ لا تنقى. تنقى ولا في ناس تقول ما تنقاش؟ لا تنقى. عارفه ما تنقاش ولا ايه؟ لا. يعني ايه ما تنقاش؟ هو بقول لك هو القوات المسلحه لو مسكت البلد يبقى احسن. لكن في ناس تقول لك تنقى وفي ناس تقول لك ما تنقاش. يعني ايه تنقى؟ يعني ايه تنقى؟ يعني ايه ما تنقاش؟ يعني ايه تنقى؟ يعني الشعب المصري دمه خفيف ولا لا؟ اكيد طبعا. هو بالتعليقات طبعا. هو ده الحاجات. تنقى يعني تبعد عن الاحداث، ما تنقاش يعني ما تبعدش عن الاحداث. لا هي تنقى ولا ما تنقاش؟ البلد كلها بتتابع الاحداث، حتى الجاهل مش جاهل كله تابع الاحداث. تنقى ولا ما تنقاش؟ ما تنقاش. يعني ايه تنقى؟ انت نزلت الاستفتاء ولا لا؟ لا انا ما نزلتش اي. طب ما هو ده غلط يا حاج، مش لازم تنزل يا حاج. افتتي انزل في مظاهرات؟ لا لا مظاهرات ايه؟ احنا ناس غلابه ما يا حاج. ايوه انت مش ليك صوت في البلد. ليه؟ أيوة. صوتك ده نزلت قلت رايك يا ربنا. قلت يعني ما هم بيضحكوا علينا. مين دول؟ يا عم هم اللي يقولوا، مش قالوا في الاول قول كان ولا قول نعم؟ طب قلنا نعم. طيب ادينا قلنا نعم. حصل استقرار؟ حصل استقرار والله العظيم. اما اقول لك احنا كنا بنجيب من الاسبوع للاسبوع نص كيلو لحم، دلوقتي ما نحصل عدس. مفيش اكل كويس. ايه رايك مسمى؟ الظروف بقت حلوه ولا وحشه؟ يعني انت شايف ظروف ظروف البلطجيه مع الناس الغلابه اللي زي حالاتنا تنفع؟ قلنا نعم. حصل استقرار ويضحكوا علينا. انت نزلت الاستفتاء؟ نزلت الاستفتاء. قلت ايه؟ قلت نعم. نعم نعم للمصالح، نعم للشغل للاستقرار والاستقرار. أيوة. ونعم لمشي الحال، مش كده؟ وما نعم لمصالح البلد ومصالح الشعب. طيب. والبطاله، مش كده؟ البطاله تشتغل والناس تاكل. طيب. والناس تعيش في امان واستقرار وتعيش في هدوء. طيب انت دلوقتي بعد ما قلت نعم حصل استقرار؟ يعني انا كنت شايف استقرار، ودلوقتي في الانقلاب من ضد الاستقرار. مين اللي بيعمل كده؟ ضد المستقرين، الناس الفلول الاولانيه، الفلول اللي كانت ماسكه البلد الاول. يعني غاويه البلد تتقلب على وشها، ومفيش عدلان، مفيش مصالح، ومفيش استقرار كده. يعني مش عايزين البلد تبقى في هدوء. انت دلوقتي حاسس ان البلد مش لازم يبقى فيه حد بيحرك البلد؟ عايز حد يحرك البلد طيب يعني انت لما تبقى انت في البيت عندك. نعم. انت في البيت وعندك مشاكل. نعم. انت مستني ان ولادك اللي في البيت هم اللي يعملوا استقرار، ولا انت بقرارك انت اللي تخلي يبقى في استقرار؟ بصراحه قول قراري انا اللي بقرر، ناخد قراري انا. طيب يبقى الرئيس ما بيعملش القرار ليه؟ علشان يخلي في استقرار. لا المفروض يعمل القرار. يبقى انت مع الاستقرار ولا معهوش؟ مع الاستقرار. دوام ولا نص دوام؟ بصراحه دوام ولا نص دوام. ليه ما تبعتش شرب الديدان؟ نعم. الناس بتحت شرب الديدان، كل الناس في الشوارع. الناس ايه؟ الناس في الشوارع كلها بتحصر الناس. بتحصر الناس مش كده؟ وتزعل الناس وبتزعلها وبتعور الناس وبتاع. يبقى لازم الاستقرار ده عشان هو ياخد قرار. ويقول لك ده بيموت الشعب وبيعور الشعب، واحنا عايزين كل نتعامل بهدوء مش زي الاول. ودلوقتي الشرطه سايبه عندك الاشارات هيك دي على دي، لا عايزين يشتغلوا ولا عايزين يعدلوا. انا دلوقتي راجل يعني انت مع الشرطه ولا مش معاها؟ انا مع الاستقرار. يعني انت مع الاستقرار حتى لو الجن الازرق؟ حتى لو على نفسي، انا لو في جن الازرق هتتسجن. بص لو على نفسي انا ومش راضي استقرار يدوني على دماغي. انت من الناس اللي موجود. انا من الناس اللي عايزه تاكل عيش وتشتغل والبلد تشتغل وتستقر بالبلد. مش كده؟ لان الحال ما طلعت لك خالص. الحال كده يعني ما يرضيش ربنا. مش كده؟ ما يرضيش اليهودي. مش كده؟ يعني انت المره الجايه لما هتقول الاستقرار هتقول له هتنزل تقول نعم ولا لا؟ هقول نعم. لمين؟ للي شايف مصالح البلد. ايوه مين اللي ماسك مصالح البلد؟ الرئيس مرسي. بعد ما قلت نعم حصل استقرار؟ يدوني على دماغي. حصل استقرار؟ يدوني على دماغي. انت يا حاج مش ليك صوت؟ لا ما انا صوتي بقى. المفروض يا حاج تنزل الاستفتاء عشان تقول صوتك علشان حالتك تتغير. ما هو طول ما انت قاعد هنا اهو
ما بتتكلمش وبتقول لي انا ماليش دعوه، غلط. لا انت تشوف بقى تنزل عشان تقول رايك. لما انتوا بالسجونه زي ما تقولوا لنا نقول وبعد كده بتضحكوا. غلط، ما تخليش حد يسوقك من هنا ورايح. طب ما انا ما انا ما جرس، ما عارفش اقرا، ما عارفش السياسه، ما عارفش السياسه. ما تخليش حد يسوقك، قول رايك من راسك. يعني انت بعد احتيام ليك رادي مع 5 رجاله لغايه دلوقتي، اخر واحد عايز يتجوز ل3 سنين. ما فيش حاجه يا باشا، مفيش جواز ولا اوضه ولا حاجه. الاوضه قاعدين مع بعض كده مكومين ولا فراخ. وانت نقول يا رب. ما احنا كلنا بنقول يا رب وبنصلي ونقول يا رب. احنا لما نقول احنا من ساعه ما طلع، اما اقول لك والله انا عندي 9 سنين وانا اشتغل، عندي 57 سنه ما اقدر اقول لك يمكن اوفر 50 جنيه. ايه رايك؟ اما اقول لربنا وانا قابلتك انا رايح اصلي، بس لقيتك رحت راجع. طيب انا عايزك من هنا ورايح لما يبقى في قرار تنزل تقوله. بنزل. انت عارف لو نزلت تقول قرارك بالصح انت عاوز ايه بالظبط، الحال هيتعدل. يعني هيقولوا في التحليل يروح ياخد زلط وانا ما خدتش حاجه، ولا عمري ما قبلتش من الحكومه، انا عمري ما زدت ساعات. هل توشم الحكي بتت؟ Yes, I do. وانت هاتشم؟ Yes. You speak Pyramid? Pyramids German بقى. ها؟ German. جيرمان. أكلت فلفلة فتفلفل فمي. كم في ذلك؟ أنت ناشط سياسي؟ 4. أنت ناشط سياسي؟ أنا؟ ها؟ لا. ولا اندسيت قبل كده؟ ولا. كم في ذلك؟ فيها 4. 4. أنت شكلك ناشط سياسي. أنت عارف ليه؟ ليه؟ عشان أنت مش عايز تركز في الفيهات. كم في ذلك؟ في أنهي واحد؟ أكلت فلفلة فتفلفل فمي. 4 تقريبا. خالص. كم في ذلك؟ يلا. أنا موضحها لك. 4. يا راجل كم في ذلك؟ يا ذلك دي فيها في؟ لا. نعم قلت نعم. ادي ده طب انت بعد كده هتقول نعم ولا لا؟ انا عارف اللي تقولوا لنا حاليا نقول ايه. مين اللي يقول لك؟ ما انا مش عايزك حد يقول لك حاجه، انت راسك فين؟ راسك انت راسي. ما انا لسه ما اقول لك ده ما ابويا ما قرنيش، ابويا طلع لي ده ما عرفش في السياسه شكل ايه. ما عرفكش بصراحه انت خدت زيت وسكر ولا لا؟ منين؟ من اللي قالوا لك قول نعم. اللي احنا اما اقول لك احنا 8 ادوا 3. ثانيه واحده هسال بس. احنا 8 تفراد، ادونا 3. ادونا 3 تفراد والباقي لا. انت خدت زيت وسكر. احنا 8 تفراد، ادونا 3. هل بتصير يبقى حاجه بالنسبه للناس والفتاه المصريه دلوقتي شرح لي عليها؟ نعم. الفتاه المصريه دلوقتي وضعها مشرح بقت راجل. البنت اللي راحت ترسم جرافيكي فوق السيده المحترمه اللي وبعدين اتضربت بالقلم. تتضرب؟ لا، ما هي دي طبعا دي حاجه وحشه جدا ان البنت تتضرب. يعني انت اللي حسيت ايه لما ضربت؟ انا غلطت مثلا، انا عملت حاجه غلط. يمنعوني بالذوق. ما يمديش ايده عليهم على اي بنت. يعني انت حسيت ايه وهي بتتضرب بالقلم؟ طبعا دي اهانه لينا كلنا. شفت القلم ده؟ بس اهانه لينا كلنا. انا شخصيا حسيت ان القلم ده جاي على وشي. طيب ما بقول لك دي اهانه لينا. احنا عايزين حكومه تحمي الناس الغلابه. يعني انت مع تغيير الحكومه؟ نعم. الحكومه تتغير ويبقى في حكومه اختلافيه. يعني احنا يا عم ما بقول لك انت عايز حكومه اختلافيه ولا؟ السياسه مالناش دعوه بيها، احنا عايز اكل عيش بس خلاص. عايز اكل واشرب بس. شفتوا يا جماعه الراجل ده عايز اكل عيش انا وبس. عايز اكل بس واشرب انا وعيالي، وعايز اما اقول لك انا معايا ده اخويا، ده من اهلي. مفهوم. الراجل ده من اهلي. الراجل ده من اهلي. ده راجل من مصر، مش عايز حاجه غير انه ياكل عيش ومالوش دعوه بالسياسه. وبعرجنا وله صوت، مش ليك صوت. انا ليا صوت ومش عارف يودي صوته فين. ايه رايك في الماده 239 بصراحه، اللي هي الماده الاخيره اللي هي موجوده في الاستوديو؟ انا ما اعرفهاش يا باشا. بتقول لك ان الشخص في الديمقراطيه لا تستحق من الناس تواكب نفسي من خلال مضمون الناس. طب ده يبقى صح ولا لا؟ تواكب نفسي من خلال مضمون. ده صح ولا غلط؟ والله انا بقول لا صح، لازم يبقى في تواكب نفسي طبعا. تواكب نفسي، بس انا شايف ان هو مش صح طبعا. مش صح؟ لا انا شايف صح. تواكب نفسي من خلال الناس، لان الناس هي اساس المجتمع. انا شايفه صح يا باشا. من وجهه نظرك هل يصح بالناس تبقى فيها تواكب نفسي؟ المفروض. مش كده؟ يبقى انت كحزب الكنبه لازم تفهم الاول
لازم افهم. انت عارف ان مفيش ماده اسمها 239 في الدستور خالص؟ ما انا قلت لحضرتك الاول طب على الاقل تبقى انت عارف عددهم ايه يعني. عددهم؟ عددهم كام؟ تقريبا في حدود ما يقلش عنه، بس ما يزيدش في الحدود دي. كام يعني؟ 100 مثلا؟ لا حوالي يعني 200. لا تقريبا 50. يا راجل تعتبر نفسك من حزب الكنبه؟ اعتبر نفسي من حزب الكنبه. تفاعلك يبقى تفاعل ودي، مش تهميسي. هو عشان تربيتنا خاصه والسياحه خاصه والبلد سياحه وعايز سياحه. تفاعلك تفاعل متأجج ولا هزل سقيم بصراحه؟ لا والله ابدا، بالعكس انا زعلان وحزين زي حالي حال الناس. مش تفاعل متأجج يعني؟ لا متأجج ويتأجج كل يوم، بتأجج كل يوم بتأجج طبعا، جوايا تفاعل جوايا. طب والهزال السقيم ده مش بيؤكد مع الناس تخريجه؟ هزال سقيم؟ لا مش بالمعنى ده طبعا، متفاعل وكل حاجه. تفاعلك تفاعل متأجج ولا هزل سقيم؟ متأجج ويتأجج كل يوم، بتأجج ودي مش تهميسي، متفاعل وكل حاجه. انت كنبه ولا انطريه بس بصراحه؟ قلنا نعم ولازم نستحمل كلمة نعم بتاعتنا دي. يعني ايه تستحمل؟ الجو تعبان، مفيش شغل، مفيش حركة في البلد. يعني انت مبسوط ولا نادم؟ لا نادم طبعا. هتقول ايه بعد كده؟ وفي ايه يعني؟ طب انا هسألك اقول لك انت قلت هسألك اقول لك انت قلت نعم ولا لا؟ اقول لا قلت لا. ها؟ تمام. انت رحت الاستفتاء؟ ايوه. قلت ايه؟ لا طبعا. قلت لا عشان ايه؟ عشان ايه يعني؟ عشان الاستقرار؟ الاستقرار طبعا. هو الاستقرار، ما الاستقرار كان عشان نعم. عشان نعم، بس احنا قلنا لا عشان ما فيش استقرار، احنا مش شايفين استقرار في يعني انت قلت نعم ولا لا؟ قلت لا. يا راجل انت لسه قايل لي دلوقتي قلت نعم؟ لا قلت لا. انت مش قايل لي قلت لي قلت نعم ونادم؟ وايوه نعم ونادم اتندمت يعني طبعا. كلمة نعم كنت عاوز حاجة احسن من كده. بس انت قلت نعم. قلت نعم. لا انا عايزك تقول قلت لا. قلت ايه؟ قلت لا. قلت لا ليه؟ يعني عشان الاستقرار. عشان الاستقرار. طب انت حاسس بالحراك الوطني اللي حاصل في البلد ده يؤدي ولا لا يؤدي بصراحه؟ لا يؤدي. لا يؤدي. الحراك الوطني لا يؤدي. لا يؤدي. مع طيب انت الايديولوجيه بتاعتك ايه في الموضوع؟ الايديولوجيه اللي انت بتنتهجها. والله انا عاوز بتنتهج يعني؟ بنتهج طبعا. انت من النوع اللي بينتهج؟ طبعا. لما بنتهج يعني مش فاهم يعني الايديولوجيه بتاعتك راحه في الانتهاج؟ لا مفيش راحه في بصراحه يعني الوقت الكلام بيننا وبين بعض صريح. ايوه صريح. صريح. هذا يؤدي؟ لا طبعا. طب انت رايك في الكلام اللي بنسمعه كل ساعه يقول لك الحمار الوطني الحمار الوطني، مش ده اللي هيؤدي للحل؟ ما هو الحوار الوطني احنا عاوزين. الحمار الوطني ولا لا الحوار الوطني ما اقدرش اقول الحمار الوطني عشان عيب طبعا. العيب صح. طبعا ما اقدرش. امال هو ايه بالظبط؟ والله احنا نصبر على الناس يعني، هنعمل ايه طيب؟ ما مش عارف يعني. طيب قول انا استفتناها واستفتى ما استفتناش بيها. استفتناها واستفتى ما استفتناش بيها. لا نادم طبعا عشان الاستقرار. يؤدي ولا لا يؤدي؟ لا يؤدي. لا نادم طبعا. اكلت فلفله فتفلفل فمي، كم في ذلك؟ اكلت فلفله فتفلفل فمي، كم في ذلك؟ فلفله واحده. كم فيه؟ اكلت فلفله، ثانيه واحده اروبا. اكلت فلفله فتفلفل فمي، كم فيه في ذلك؟ لا مش عارف. كم فيه في ذلك؟ فيه واحد. واحد؟ لا ولا واحده. ليه؟ عشان هي في ذلك، في كلمه في ذلك. برافو عليكي، انت اللي كسبتي. شكرا يا عم. الحمد لله. معلش عشان اتفضل. القرارات السياسيه اللي انت شايفها ايه؟ حلزونيه ولا دائريه؟ دائريه. القرارات دائريه. ده عشان عندك بس الطريق دائري ولا ايه؟ لا ما عنديش طريق دائري، انا عندي عشان الشغل، انا عاوز شغل. فالقرار يبقى قرار دائري؟ دائري طبعا. علشان ما انتش عارف تمسكه؟ مش عارف حاجه، مش عارف لغايه دلوقتي نعيش ولا نعيش ولا عارفين اي حاجه في البلد. اقول لك الصح. صل على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. الثوره قامت، اللي معاه فلوس بقى معاه فلوس تاني، ودي عندي احتاني. اخر كلامي بس.